أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الحمد لله الوارث الباقي القائل في محكم التنزيل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القائل في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والقائل سبحانه في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والقائل سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والقائل سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والقائل عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والقائل سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله، إمام المتقين وقدوة الصابرين وقائد الغر المحجلين، نبي الحق ورسول الصدق، النعمة المهداة والرحمة المسداة، أرسله ربه بين يدي الساعة إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهاديا إليه بإذنه وسراجا منيرا. القائل في سنته العطرة المباركة الشريفة: ما من أيام الله تعالى العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فاللهم صل وسلم وبارك وارحم وأنعم ثم زد وتكرم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وأنعمت وتكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه كلمة تأبينية لأخينا وأستاذنا الكريم العالم الداعية الشيخ محمد الشعراوي الجزائري. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة وحسن القبول. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من 10 ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب، فقال: يا معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن رحمه الله: الحج المبرور أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل؟ أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه النسائي والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وروى ابن جريج بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة. هذا البيت دعامة الإسلام، هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده بأجر وغنيمة. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الجهاد كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 ضعف. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني والبيهقي بإسناد حسن. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنيئا لكم جائزة الرحمن يا أبا رفيدة، هنيئا لكم مكافأة الكريم الأكرم يا أبا رفيدة، هنيئا لكم ضيافة الودود المجيد القريب المجيب يا أبا رفيدة، يا أخانا محمدا الشعراوي الجزائري، صدقت الله فصدقك الله، حفظت الله فحفظك الله، حفظت الله فوجدته تجاهك، حفظت الله فوجدته تجاهك، حفظت الله فألفيته تجاهك، سألت الله من فضله فأعطاك، وهو المعطي وهو المغني، استعنت بالله فأعانك، وهو نعم المعين ونعم المولى ونعم النصير، أكرمت بالنفع عيال الله فأكرمك بفضله وإحسانه، وأمدك بتوفيقه، وهو القائل رسوله صلى الله عليه وسلم:
الخلق عيال الله، وخير الناس أنفعهم لعياله، وهو القائل سبحانه: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يا أخانا الحبيب محمدا الشعراوي، أقرضت الله قرضا حسنا فوفاك أحسن الوفاء، وهو القائل سبحانه: وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هنيئا لكم يا أخانا الحبيب محمدا الشعراوي الجزائري، حسن الختام وحسن الوفاء من رب الأرض والسماء. هنيئا لكم حسن الوفاء من رب الأرض والسماء، القائل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. هنيئا لكم يا أبا الجود والكرم يا محمد الحبيب، هنيئا لكم ما كتبه الرحمن لكم في صحيفتكم وجف بها القلم، وهو القائل سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهو القائل رسوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ناداكم ربكم الرحمن إلى حج بيته العتيق لتكونوا يا أستاذنا الكريم ويا أخانا الحبيب خير رفيق وأرشد مؤنس وأأمن ناصح لوفد الرحمن الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. دعاكم الرحمن ربكم بأمر منه سبحانه إلى خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، قائلا في محكم تنزيله الكريم: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دعاكم ربكم فلبيتم نداءه وأجبتم دعوة بارئكم، وشددتم الرحال
وخرجتم بأموالكم وأنفسكم وزوجكم أم رفيدة ورجاء وتسنيم، طائعين راضين خاشعين محرمين ملبين مكبرين، مناجين ربكم بلسان صادق وقلب سليم وصدر منشرح، مناجين ربكم بألسنة صادقة وقلوب سليمة وصدور منشرحة، قائلين في كل ساعة وحين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنيئا لكم يا أبا الرجاء جزاء الرحمن، هنيئا لكم يا أبا الخير حسن الختام، هنيئا لكم، هنيئا لكم الشهادة في سبيل الله يا أبا تسنيم. أي نعم والله أيها الأستاذ الكريم والمربي الرحيم والعارف الحليم، لقد شهد لكم الرحمن بشهادتكم في سبيله، وكافأكم بقبض روحكم الطاهرة الراضية المرضية إليه في أطيب بقاع الأرض المقدسة، عرفة وما أدراك ما عرفه، بعد أن أكرمكم سيدي بإتمام أركان الفريضة وحمل عليكم ما بقي من الواجبات، لما علم منكم من صدق في تعظيم شعائر الله العظيمة، فسبحانه هو القائل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا أخي محمد، يا أستاذي ويا قرة عيني ويا ذراعي الأيمن، قصدت الله فقبلك، وصدقت الله فصدقك، وحفظت الله فحفظك، حفظت الله فوجدته تجاهك، أجبت نداء ربك فأكرمك، لبيت دعوة ربك فرفعك ورقاك وأعلى مقامك، وأعلى مقامك وشأنك، ذهبت إلى ربك فهداك سواء السبيل ورفع ذكرك وجعل لك لسان صدق في الآخرين، ذكرت الله في نفسك فذكرك الله في نفسه، ذكرت الله في ملأ فذكرك الله في ملأ خير منه، تقربت إلى الله شبرا فتقرب إليك ذراعا، وتقربت إلى الله ذراعا فتقرب إليك باعا، أتيت إلى الله مستغفرا فغفر لك، أتيت إلى الله تمشي فأتاك هرولة. يا أخي محمد، يا أستاذي الكريم، سبحان العلي القدير القائل في شأنك: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. خرجتم أيها الأخ الحبيب بأموالكم وأنفسكم ولم ترجعوا من ذلك بشيء. إي وربي، لقد شهد لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكافأة الرحمن لكم بحسن الختام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عنه جابر رضي الله عنه: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر
كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده بأجر وغنيمة. خرجت يا أستاذنا الكريم من بيتك مهاجرا إلى الله ورسوله، حاجا ومعتمرا، ثم أدركك الموت فوقع أجرك على الله، وكنت مضمونا على الله وقد قبضك إليه أن يدخلك الجنة ويرد زوجك بأجر وغنيمة بشهادة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هنيئا لكم يا ابن البشير التوفيق الإلهي، هنيئا لكم الإكرام الرباني بحسن الختام، هنيئا لكم هذا الإكرام بالرضا والقبول وحسن الختام. يا أخانا الحبيب محمدا ابن البشير الشعراوي العثماني الدراجي الجزائري، يا أيها العلم العالم الفقيه الداعية المصلح المحسن، يا أيها الجهبذ النحرير المعلم الضابط المدقق المحكم، يا أيها الداعية إلى الله المرشد المسدد الناصح الأمين، يا أيها العارف بالله السالك الخلوق الأدوب الخدوم، يا أيها الحبر المجتهد النابغة البحاثة الخبير المستنبط، يا أيها الطود الأشم الفاهم الراسخ الفرضي العادل، يا أيها العبد الصالح التقي الورع الزاهد العابد، يا صاحب القلب السليم الطاهر المشرق، يا ذا الوجه الهش الجميل المبشر، لله دركم يا محمد يا أفضل، لله دركم يا محمد يا أفضل الناس، يا درة أهل زمانه، يا سيد قومه وعشيرته، يا أطيب أترابه وأقرانه. تالله لقد صدق فيكم بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مما رواه عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فعنه رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، نشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه بأننا عهدناكم يا أخانا الحبيب محمدا، عهدناكم مخموم القلب صدوق اللسان، نقيا تقيا صفيا وفيا زكيا، لا إثم فيك ولا بغي ولا غل ولا حقد ولا حسد. عهدنا فيكم هذه البشائر الحسنة في خصالكم الطيبة، ونحن زملاء لكم في ثانوية أحمد بن محمد يحيى المقري بالمسيلة تلاميذا، وفي رياض الجنة أقصد حلقات الذكر ببيوت الله ذاكرين، وفي جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة طلابا، وفي معهدها الأغر للشريعة باحثين ودارسين، وفي ثانوية الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمدينة عين الخضراء أساتذة مدرسين، وفي بيوت الله بدائرة مقرة من ولاية المسيلة أئمة واعظين، وفي حقل التفتيش التربوي بوزارة التربية الوطنية مرافقين ومرشدين. عهدناكم سيدي
في كل هذه المحطات الزمانية المباركة أفضل الناس وخيارهم. عاهدناكم أفضلنا وخيارنا. إي ورب البيت العتيق، لقد كنت يا أستاذنا الكريم خيرنا وأفضلنا وأحسننا خلقا وأدبا وعلما. هنيئا لكم يا أخ الطيب بلوغ مراتب المصطفين الأخيار ومنازل الصديقين والشهداء الأبرار. هنيئا لكم حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم القرب منه عليه الصلاة والسلام منزلا في الجنة بفضل الله عليكم وتكريمكم منه سبحانه، جزاء لحسن خلقكم، جزاء لحسن خلقكم وجميل أدبكم. هنيئا لكم الارتقاء إلى هذا المقام العالي الرفيع، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة ممن لا ينطق عن الهوى إن كلامه إلا وحي من الله يوحى. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا. وفي رواية: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا؟ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وقال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. إن الله يكره الفاحش البذيء، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي رواية: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد المقتصد في العبادة، إن المسلم المسدد أي الموفق من الله ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم طبيعته. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كرم المؤمن دينه ومروءته،
عقله. كرم المؤمن دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. رواه الحاكم. وروى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة. رواه ابن حبان. طوبى لكم يا ابن البشير، طوبى لكم يا ابن المباركة، طوبى لكم يا أبا حمود، طوبى لكم يا أيها الصوام القوام المتصدق. إي وربي لقد نجحت وفزت ورب البيت العتيق. لقد أفلحت يا أخانا يا أستاذنا الكريم، لأنك أخلصت قلبك للإيمان وجعلت قلبك سليما وشرحت صدرك طيبا وجعلت لسانك صادقا ونفسك مطمئنة وخليقتك مستقيمة. طوبى لكم أيها العالم النحرير المجتهد، طوبى لكم أيها الجهبذ النابغة الراسخ، طوبى لكم أيها العارف السالك الولي الصالح، طوبى لكم أيها العليم الحفيظ، أيها الخبير الضابط المتقن، طوبى لكم أيها الواعظ المتبع القائد الناجح، طوبى لكم أيها القائد الناجح، طوبى لكم أيها المجتهد المستنبط، طوبى لكم أيها المفتش الحكيم، أيها الأستاذ الرحيم، أيها المربي الحليم. هنيئا لكم هذا الوسام الرباني، وسام الرضا والقبول، وسام حسن الختام. هنيئا لكم هذا المقام العالي، هنيئا لكم هذا الشرف والمنزل الرفيع، هنيئا لكم هذه الدرجات السامية. لله دركم أيها الكوكب الدري، لله دركم أيها المصباح المنير، لله دركم أيها السراج الوهاج، لله دركم يا نور الهدى، لله دركم يا ضياء الدجى، لله دركم أيها الغيث النافع، يا من أينما نزلت نفعت وأنبت وأزهرت وأثمرت وأينعت، وسقى من فيضك الرقراق الخلق وأكلوا وشربوا. يا من سخرك الرحمن لخدمة دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفع عباده المؤمنين. يا من جعلكم الرحمن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، هاديا مهتديا صالحا مصلحا. لله دركم أيها الفتح الإلهي والفرج الرباني. تالله يا أخانا محمدا لقد جمع الرحمن في شمائلكم الطيبة مكارم الأخلاق ومحامد الفعال ومحاسن السجايا، حتى وطأت الثريا إيمانا وعلما وخلقا وأدبا ونورا وصلاحا وفلاحا وبرا وتقوى ونجاحا وتوفيقا. يا أيها المربي الرحيم، يا أيها الأستاذ الكريم، يا أيها المفتش الحكيم، يا أيها الإمام الحليم، يا أسوتنا في الخيرات، يا قدوتنا في الطاعات، يا دليلنا في الصالحات، يا فقيهنا في المشكلات، يا مفسرنا في المشتبهات، يا حجتنا في المعضلات العويصات، يا سيدنا محمد،
هنيئا لكم يا محمد الشعراوي الجزائري، هنيئا لكم مكارم الأخلاق التي زينكم بها الرحمن وحلاكم واجتباكم بها الإله واصطفاكم، زينكم بحلتها النورانية الجميلة. هنيئا لكم لباس التقوى الذي ألبسكم الرحمن زينته وحلاكم بنوره وكساكم بحفظه وستره. صدق الرحمن القائل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لله دركم يا أخانا الحبيب محمدا، وطوبى لكم يا أبا رفيدة، طيب المسكن ورضي العيش عند رب العالمين. إي وربي لقد هداكم الرحمن إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الفعال منذ نعومة أظفاركم، وأمدكم بالعلم النافع، وحباكم بالبصيرة الثاقبة والنظرة البعيدة، ورزقكم العقل الراجح الثابت الرزين، وآتاكم الحكمة وفصل الخطاب، فكنتم يا سيدي نورا من الله يضيء دروب الحيارى والتائهين، ويبين معالم طريق الحق للجاهلين والضالين، وآتاكم من لدنه رحمة وفضلا ورضوانا، واختاركم مفتاح مجالس إصلاح ذات البين، واختاركم مفتاحا لمجالس إصلاح ذات البين. هنيئا لكم، هنيئا لكم طيب المسكن ورضي العيش في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عهدناكم يا سيدي وأخي صدوقا أمينا، وفيا مخلصا، أدوبا خلوقا خدوما، سليم الصدر طيب القلب، قوي العزيمة عالي الهمة، حليما صاحب الصفح الجميل، جيدا جوادا كريما سخيا معطاء، صبورا مقتصدا عفيفا، طاهرا نقيا تقيا صفيا زكيا، نظيفا جميلا نزيها، حبيبا محبا لله ورسوله، حييا محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، غيورا على حرمات الله وثوابت الأمة ومبادئ الدين، عزيز النفس رحيم القلب، عالما عاقلا راسخا في العلم متبصرا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لله دركم أيها الأستاذ الكريم والمربي الرحيم، لكم تلألأت سورة النور المدنية في صدركم الرحب الطاهر المنشرح، في صدركم الرحب، لكم تلألأت سورة النور المدنية في صدركم الرحب الطاهر المنشرح، ولكم استنارت تلاواتكم العطرة العبقة المباركة
وأنتم تفسرون مفاصل سورة النور مفصلا مفصلا للناشئة الجزائرية في رحاب الأقسام التربوية بثانوية الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بمدينة عين الخضراء المباركة زهاء 20 سنة. لله دركم، لكم تلألأت صبورات الحجرات العلمية بسنانوركم، واستنارت أفئدة طلابكم، واستضاءت عقولهم من معين فيض بحر علمكم الواسع، من الافتتاح الجميل الملفت للأذهان إلى تدوين نصوص القرآن والسنة، ثم إلى تجويدها وقراءتها، ثم إلى معرفة أسباب النزول وترجمة الراوي، ثم إلى شرح المفردات، ثم إلى بناء المعنى الجملي، ثم إلى استنباط الفوائد والحكم والأحكام والإرشادات، ثم إلى التطبيقات والواجبات. هذا دأبكم، وهذه هي ثماركم. هذا جهادكم، جهاد القلم، جهاد الآية الكريمة، جهاد الحديث النبوي الشريف، جهاد الحكمة والعلم والتبصر والتعقل. لله دركم، لكم تلألأت عقول الناشئة الجزائرية المباركة في الأفواج التربوية المسندة إلى حضرتكم السامية، تلألأت وتغذت بالمعاني والآداب والحكم والإرشادات والأحكام الفقهية في العبادات والعادات والمعاملات، حتى أنشأ الرحمن على أيديكم الطاهرة أساتذة ومعلمين ودكاترة وباحثين ومثقفين ودعاة إلى الله، لأنكم سيدي بثثتم في قلوبهم روح حب العلم، روح المصابرة من أجل طلب العلم والإخلاص لله تعالى في نيله. لله دركم أيها الخطيب المصقع المفوه، لكم تلألأ منبر مسجد العلامة مبارك الميلي ومحرابه الطيب، لكم تلألأ منبر مسجد العلامة مبارك الميلي ومحرابه الجامع لأهل وساكنة عين الخضراء قاطبة، لكم تلألأ منبر مسجد العلامة مبارك الميلي ومحرابه الطيب، ذلك الجامع المبارك لأهل وساكنة عين الخضراء القاطبة، تلألأ منبره بخطبكم الحسناء، تلألأ كرسي دروسه بدروسكم الجميلة، تلألأ ذلك المنبر بخطبكم الجميلة الحسناء الهادفة، واستنار مقعد كرسيكم للتدريس والتعليم والشرح والتوضيح والتحليل والاستنباط، استنار بمعارفكم العلمية الغزيرة الواسعة الواضحة البينة. ووالله لقد حضرت لكم سيدي جمعة من الجمعات في غضون التسعينيات، فسمعت لطيب حديثكم كطيب ثمار الفأل الحسن، رحمكم الله، سمعت لطيب حديثكم كطيب ثمار الفأل الحسن الجميل، استدلالا بالقرآن والسنة واستشهادا بأقوال العلماء، فأبكيتموني خشية من الله وتأثرا ببليغ عظتكم التي يقذفها الرحمن بنورها
في القلوب رحمكم الله. ليرحمكم الرحمن لكم تلألأت مقابر مدينة عين الخضراء على سعتها من مواعظكم، تلألأت بمواعظكم الجميلة الهادفة التي تخشع لها القلوب وتقشعر لها الأبدان وتذرف لها الأعين وتذرف لها الأعين الدموع لما تسمعه من رقائق الكلم التي تصل إلى القلوب من فمكم الطيب ومن قلبكم السليم. فسبحان الرحمن القائل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لله دركم يا محمدا الشعراوي الجزائري، ليرحمكم الرحمن برحمته. لكم هو جميل استشهادكم في مواعظكم الجذابة الأخاذة الهادفة الناصحة الصادقة بقصيدة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وهو يقول في الرضا بقضاء الله وقدره: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تر للأعاد قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء، فما يغني عن الموت الدواء. يا أخي الحبيب محمد، لله دركم يرحمكم الرحمن برحمته. لكم تلألأ نور ضياء وجهك المشرق الوضيء بكساء حلة الجوهر الأصيل، جوهرة الرفق التي حباكم بها الرحمن، فكنتم سيدي متأسيا بحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا، مقتديا بهداه الذي قال فيه ربه عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فكنت يا سيدي الكريم لين الجانب خافض الجناح للمؤمنين أجمعين، لمن تعرفهم ولمن لا تعرفهم، كثير العفو عن أخطائنا، كثير المشورة وأنت العالم العارف العاقل المتبصر المسدد اللبيب، المتحلي بجوهرة الرفق التي أعلى الرحمن بها شأنك ورفع بها ذكرك وأسمى بها مقامك وشرح بها صدرك، فوسعت الناس برفقك وحلمك يا أخي محمد، وسعت الناس برفقك وحلمك وصفحك وحكمتك وتوأدتك وأناتك، يحدوك في ذلك كله هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم من سيرته العطرة المباركة الشريفة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي
على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. لله دركم، لله دركم يا أستاذنا الكريم. سلام عليكم في الأبرار المتقين، سلام عليكم في عباد الله الصالحين، سلام عليكم في العلماء العارفين، سلام عليكم في أهل الرفق وأهل الحلم وأهل الصفح الجميل. تالله لقد كنت يا أخي الحبيب كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول برا وصولا وقورا صبورا شكورا رضيا حليما وفيا عفيفا لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا تحب في الله وتبغض في الله وترضى في الله وتسخط في الله. لله دركم أيها الأخ الحبيب محمد الشعراوي الجزائري. لقد عشت رفيقا في أسرتك الصغيرة وفي أسرتك الكبيرة وفي مجتمعك الإسلامي العظيم. لقد عشت رفيقا في أسرتك الكبيرة برا بوالديك، رفيقا بإخوتك، وفي أسرتك الصغيرة رحمة بزوجك وبناتك الدرر اللآلئ الطيبات، رجاء وتسنيم ورفيدة، جعلهن الله خير خلف لخير سلف، وجعلهن الله لكم يا سيدي صدقات جاريات. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، احفظهن واسترهن ونجحهن في علومهن واجعلهن خير خلف لخير سلف، اجعلهن خير خلف لأخينا محمد رحمه الله. رفيقا بطلابك في الثانوية، رفيقا سيدي بعباد الله في المسجد، رفيقا بأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تأمها في الصلاة وتعلمها الدروس والعلم والمواعظ، رفيقا بالأساتذة الذين تشرف على تأطيرهم في مقاطعتك التفتيشية في ربوع هذا الوطن المفدى، رفيقا بإخوتك في الإرشاد والإصلاح، لأنك تعلم علم اليقين فضل الرفق وثوابه وثماره، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، أي الحمق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير كله. هنيئا لكم يا أخانا محمدا الشعراوي الجزائري الفوز بجائزة حسن الختام. صدقت الله فصدقك، وحفظت الله فألفيته قدامك، وقصدت الله فقبلك، وحفظت الله فوجدته تجاهك، وحفظت الله فألفيته عندك. ذكرت الله في نفسك فذكرك الله في نفسه، ذكرت الله في ملأ فذكرك الله في ملأ خير منه، وتقربت إلى الله شبرا فتقرب إليك ذراعا، وتقربت إلى الله ذراعا فتقرب إليك باعا، وأتيت إلى الله تمشي
فأتاك هرولة. فالحق والحق أقول: مهما حاولت عد خصالك وشمائلك ومكارمك فلن أستطيع أن أوفيك حقك يا أستاذنا الكريم. لن أستطيع أن أقدر قدرك وأنزلك منزلك. إنما الله الكريم الرحيم الودود الشكور سبحانه هو الذي وفاك حقك وكافأك بالوفاء وأعلى قدرك وأنزلك منازل الأبرار والصديقين والشهداء الذين قال فيهم وقوله الحق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كتبت في خلقكم الكريم وفي سيرتكم الذهبية الطيبة المباركة هذه الكليمات امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، وفي رواية: اذكروا موتاكم بخير، سائلا الله ربي ورب الخلق كلهم ورب العرش العظيم أن يرحمك ويغفر لك. يا أخانا محمد، حسبكم يا أخانا الحبيب ما تركتموه في الأرض من آثار الخير والصلاح والبر والتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يجري للعبد أجرهن وهو في قبره من بعد موته: من حفر بئرا أو أجرى نهرا أو غرس نخلا يسبح بحمد الله أو ورث مصحفا أو بنى لله مسجدا أو علم علما ينتفع به أو ترك ولدا صالحا يستغفر له من بعد موته. وحسبكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللهم تقبله في الصالحين يا رب العالمين. اللهم تقبل أخانا محمدا الشعراوي الجزائري الداعي المخلص الأستاذ الكريم مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم الإسلامية في مفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية. تقبله في الصالحين وتقبله في المتقين واغفر له يا رب العالمين. وبعد، إلى معالي سماحة السيد وزير التربية الوطنية، إلى معالي سماحة المفتش العام لوزارة التربية الوطنية وكافة السادة المفتشين المركزيين بالوزارة، إلى معالي سماحة السيد والي ولاية المسيلة، إلى معالي سماحة السيد مدير التربية لولاية المسيلة وكافة الطاقم التربوي والإداري بالولاية، إلى كل الإخوة الزملاء في المنظومة التربوية عامة بالجزائر وخاصة بالمسيلة والجلفة، إلى معالي سماحة السيد مدير التربية لولاية الجلفة وكافة الطاقم التربوي والإداري بالولاية، إلى معالي وسماحة السادة المفتشين عبر ربوع الوطن الجزائري المفدى، إلى معالي وسماحة السيد رئيس دائرة مقبرة، إلى معالي وسماحة السادة رؤساء بلديات دائرة مقرة وعين الخضراء وبرهوم وبالعائبة والدهاهم، إلى معالي وسماحة السيد رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح الوطنية، إلى معالي وسماحة السيد ممثل السيد رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح الوطنية بولاية المسيلة، إلى كل الإخوة الأئمة عبر ربوع
هذا الوطن الجزائري الحبيب، إلى السادة العلماء والفقهاء، إلى كل من تعلم وعلم وقرأ وأقرأ، إلى كل من شد بيمينه القلم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إلى كافة الأسرة الطيبة لأستاذنا الكريم محمد الشعراوي، أولاد سيدي عثمان بالخصوص، أولاد دراج بالعموم، وبالولاية ولاية المسيلة عموم العموم، إلى بناته الطيبات رفيدة وتسنيم ورجاء، إلى زوجته الكريمة أم رفيدة، إلى إخوته الطيبين الأكارم، الطيب ومحمود وجمال، إلى أعمامه وأخواله، إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة، من عرب ومن عجم، أتقدم بهذه التعزية قائلا لي ولكم يا إخوتي: أعظم الله أجورنا وأحسن عزاءنا، ورحم الله أخانا محمد وغفر له في الصالحين. أخانا محمد مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم الإسلامية بالجزائر، السيد المحترم محمد الشعراوي، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا يا إخوتنا ولتحتسبوا، ولنصبر جميعا على فقد هذا الرجل الصالح الطيب الكريم السخي المعطاء. وعزاؤنا أن الله أكرمه بحسن الختام، توفاه إليه في أطيب أرضه عرفات، ودفن في أطيب بلاد مكة المكرمة، وصلى عليه الملايين من المسلمين من عرب ومن عجم. لك كل التقدير يا أخانا محمد، كلنا سنعاهدك على السير على طريقك، طريق الرفق والحلم، طريق الخير، طريق الصلاح، طريق الإحسان. اللهم إن أخانا محمدا الشعراوي بن البشير وابن المباركة عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيته بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاؤك، وهو في رحمتك، وهو في قبضتك بين يدي رحمتك، وأنت به أرحم الراحمين. اللهم إنه عبدك ابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ويشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. اللهم أنت خلقته، وأنت رزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته. جئناك شفعاء له فشفعنا فيه وشفعه فينا. اللهم إنا نعوذ بحبل جوارك له فأجره في رحمتك، إنك ذو وفاء وذو ذمة. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. فاللهم لا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، واعف عنه وعافه، وارض عنه ورضه، وأدخله الجنة، وقه عذاب النار، وتقبله في الصالحين. اللهم أكرم نزله، ووسع مدخله، وبيض وجهه، ويمن كتابه، ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، ونور بالصالحات الطيبات قبره. مد بصره واجعله له روضة من روضات الجنان. اللهم نور قبره وزين مقعده بالباقيات الصالحات،
والخيرات والحسنات والسنن والآيات. اللهم نور قبره يا رب بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. اللهم اغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله اللهم دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وألحقه بخير صالح سلف هذه الأمة المباركة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنه خرج في سبيلك حاجا معتمرا في العشر الأولى من ذي الحجة، أفضل الأيام عندك، بماله ونفسه وزوجه، فاستأثرته لنفسك وقبضته إليك في أعظم يوم من أيامك عرفة، وفي أطيب بقعة من أرضك يا رب العالمين مكة المكرمة، فاشمله بحديث مصطفاك صلى الله عليه وسلم: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده بأجر وغنيمة. فاللهم يا رب العالمين أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة. اللهم يا ربي اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم طيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا، واختم بالصالحات الطيبات أعمارنا. اللهم بارك في أهله وعقبه ونسله من بعده، بارك في إخوته المباركين وأخواته المباركات من بعده، واجمع شملهم واحفظهم واسترهم وأفرغ عليهم صبرا جميلا، وأطعمهم وعيالهم من جوع، وآمنهم وعيالهم من خوف. اللهم بارك لنا في رفيدة ورجاء وتسنيم، واجعلهن خير خلف لخير سلف يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وأنعم ثم زد وتكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وأنعمت وتكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.